جدري القرود. هل هيبدأ وباء جديد؟ هل جدري القرود هيكون الكابوس اللي هيفوقنا على كارثة جديدة؟ وإيه هي أسباب انتشاره؟ وهل هنقدر نتفادى الموجة دي ولا هنعيش أيام تانية زي أيام الحجر والكورونا؟ خليني أقولك إحنا على وشك دخول تجربة جديدة زي الكورونا، ده إذا ما كناش دخلناها بالفعل. بس قبل ما ندخل في التفاصيل اللي هتغير مفاهيم كتير، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. خلينا أخدكم في رحلة سريعة نفهم فيها إيه اللي بيحصل بالظبط. جدري القرود أو إمبوكس، اسم غريب مش كده؟ بس هو للأسف حقيقي وبيشكل تهديد حقيقي. مبدئياً خلينا نعرف إن جدري القرود هو مرض فيروسي نادر، والفيروس المسبب ليه كان في البداية موجود بين الحيوانات البرية زي القرود. أول ظهور ليه بين البشر كان سنة 1970 في الكونغو، ومن وقتها والفيروس بيظهر بشكل متقطع في وسط وغرب أفريقيا. لكن اللي بيحصل دلوقتي مختلف تماماً. الفيروس ابتدى ينتشر بسرعة غير مسبوقة من جمهورية الكونغو الديمقراطية لمناطق جديدة في العالم، وده اللي خلى منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر وتعلن لتاني مرة في خلال سنتين بس عن حالة طوارئ صحية عامة عالمياً. طيب، ليه منظمة الصحة العالمية أعلنت إنه خطير؟ لأنه ببساطة جدري القرود اللي كان نادر جداً وبيظهر بس في مناطق محددة بقى بينتشر بين البشر بشكل أسرع من المتوقع، وخصوصاً في دول ما كانش فيها المرض ده قبل كده. والأخطر إن في تقارير بتقول إن الفيروس قدر يغير طريقة انتقاله ويبدأ ينتشر عن طريق التلامس بين الناس، مش بس عن طريق الحيوانات. وفي خبراء قالوا إن المتحور ده أقوى شكل وصل له المرض. حسب التقارير الأخيرة، المرض انتشر في أكتر من دولة زي كينيا وأوغندا ورواندا وبروندي، والمعدل بيزيد، ومن هنا بيبدأ الخطر. لأن لو الفيروس قدر يوصل لدول كتير ويستمر في الانتشار، ده هيكون تهديد حقيقي للصحة العامة العالمية. مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا بتقول إن فيها أكتر من 14500 حالة مصابة بجدري القرود، وأكتر من 450 حالة وفاة، وده في الفترة بين أول 2024 لحد يوليو اللي فات ده. ودي لو ما تعرفش بيشوفوها زيادة 19% عن السنة اللي فاتت. بس اللي زعل إن العالم ما خدش باله غير لما شاف إن المرض ده ممكن في يوم يكون عنده، يعني لو كان بعيد عنه كانش حد هيتكلم. أعراض جدري القرود وإزاي تتجنبه؟ الأعراض الأولية للمرض سخونية وصداع وتورم في الغدد الليمفاوية ووجع في الظهر والعضلات، وبمجرد ما درجة الحرارة تنزل الطفح الجلد بيبدأ يظهر وبيكون حكة قوية، وغالباً أول حاجة بيظهر فيها هو الوش، وبعدين باقي الجسم، وبعدين بيمر بمراحل ويحصل قشرة وتقع، ممكن بعدين مكانها يبقى جروح خطيرة، ومدته بتختلف من شخص للتاني. هي غالباً بتكون من 14 ل 21 يوم. طيب، إزاي نتجنبه؟ أول وأهم حاجة زي ما اتعلمنا من الكورونا هو الالتزام بالنظافة الشخصية. نغسل الإيدين بشكل منتظم، ونتجنب التعامل مع الناس اللي عندهم أعراض زي الطفح الجلدي أو درجة حرارتهم عالية، وخاصة لمس الإيد والأحضان، لأن المرض بيجي من الجلد المصاب، أو لو لمست هدوم أو حاجة تخص شخص مصاب. ولازم نبقى حذرين جدا من التعامل مع الحيوانات البرية زي القرود والسناجب، خصوصا في المناطق اللي المرض منتشر فيها. أما لو حصل تواصل مع شخص مصاب، لازم على طول يتم العزل الصحي ليه علشان نتجنب انتشار الفيروس. ومع كل الإجراءات اللي بنقولها دي، لازم نفكر في حاجة مهمة جدا: كل حد مصاب هو إنسان زيك وزي أهلك. التعامل مع المصابين لازم يكون بحذر، بس كمان مش بعنف. مش كل واحد مصاب هو خطر لازم نتجنبه، لكن هو شخص محتاج دعم ورعاية. طب، هل في لقاح للمرض ده؟ الإجابة في لقاحات فعالة جدا لجدري القرود، بس للأسف مش موجودة في أفريقيا. موجودة في الدول المتطورة اللي من أول ما عرفت عن انتشاره في 2022 وهي بدأت تعمل حملات تلقيح للمرض ده، واتعلمت بقى من جائحة كورونا. وكمان المنظمة أعلنت إنها هتوفر لقاح للشخص المصاب جامد، يعني لو أنت مصاب نص نص فلا، مش هتحتاج اللقاح. طيب، هل ممكن نعيش كورونا جديدة؟ سؤال مخيف جدا، صح؟ بس خلينا نكون واقعيين. العالم دلوقتي أكثر وعياً إزاي يتعامل مع الأوبئة، لكن مع ده دايماً في احتمالية إن فيروس جديد يظهر، أو إن فيروس قديم زي جدري القرود يبدأ ينتشر بسرعة. الفرق المرة دي هو إننا عندنا خبرة أكبر ووعي أكبر نتعامل مع المواقف دي. المهم إننا نفضل متابعين التطورات وملتزمين بالإرشادات الصحية، وإحنا هنسهل عليك وهنوفر لك المعلومات دي كلها. وفكر معايا كده،
هل أنت شايف إن العالم جاهز لمواجهة وباء جديد؟ وهل هنقدر نسيطر على جدر القرود قبل ما يتحول لكابوس جديد ويروح فيها ضحايا بالملايين زي ما حصل في فترة كورونا؟ في ناس من وقتها وهي لحد دلوقتي مش مستوعبة إيه اللي حصل. بس خليني أقول لكم حاجة غريبة بتيجي في بال ناس كتير اليومين دول، ومش هكدب عليك لو قلت لك مش بتيجي في بالي أنا كمان، وهي إن هل الوباء ده ممكن يبقى جزء من مخطط المليار الذهبي؟ بيقولوا إن في خطة بتحاك في الكواليس علشان يسيطروا بيها على عدد سكان العالم، وإن الأوبئة اللي بنشوفها مش دايماً بتكون صدفة. هل ممكن يكون فيروس زي جدر القرود من المخطط ده؟ هل في جهات معنية بتلعب في الكواليس علشان تقلل عدد السكان وتسيطر على الموارد؟ أسئلة زي دي بتخطر على بال كتير من الناس، وده بيخلينا نفكر، هل إحنا فعلاً مجرد قطع شطرنج في لعبة أكبر بكتير مننا؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد وتكون معانا أول بأول في أي تفاصيل تخص المرض ده.